أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الناس تعود أمة كما أرادها الله عز وجل أمة الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشكر موصول لكل أولئك الذين لكل تلك الوجوه التي تعرفنا عليها، لكل أطياف هذا الشعب الأبي، شعب صلاح الدين الأيوبي الشعب الكردي الأبي الذي هو بمثابة جسر بين مختلف الأعراق والقوميات، ولم ينطلق في دائرة وحدة الجنون كما انطلقت بعض الدول والقوميات، وهذا مترسخ بسبب ترسخ عقيدة الدين وعقيدة الإيمان في قلوبنا وفي قلوبكم جميعا. فكل الشكر لكم، وعلى أمل أن نلقاكم في كردستان العراق وفي سوريا وفي إيران وعندنا في لبنان. شكرا جزيلا لكم. وأم شوازك هكذا إما إجوازين أبو قيادي كمان إما شاقفان كسلاي رز بوجنات عن أبو قيادية وأبو زور حضرنا مؤتمر الاتحاد المنطقة السابع، والإنسان لا ينقطع أمله في الله سبحانه وتعالى أنه سينصر هذه الأمة، ولكن يزيد هذا الأمل عندما يتعرف الإنسان. والله وسهلا وتانو سباس معناه الشكر معناه بأن نوان داري وبيشكر خدمة الجوانب كده من مراكز تحفيزية في كردستان وكم مراكز مهنة حشتين مركز الحمد لله بهزاران طلبي مهنة كروكش وما مستوى لهزار زيادة ترن هم متطلع حسبة لله يعني أو خباتي خود كان خدمة القرآن البته يعني كيجا موضوع دوا متقاضى وبنا نقاش كردن برد هيئتك علماء بالتثبيت امشي في دار صار بيشتر هذا ان شاء الله باصل مطلوب او اصل حقيقه طلب يعني براستي ام هاد شخص باصل بلنجي بكن اما هي بلنتر بخاص يعني والتكامل بكي ان شاء الله نبيا مع لمحقق او تكامل نبتني بجهد وغيرته او براي ما يقول دبلندن ام بجي كردستان عراق جي ايران جي سوريا جي ليبيا جي لبنان جي افغانستان باكيت بيش ده وان دولة ديجي وان دولة ديجي اوجي ان شاء الله واوجي ملي خوفنا بنبي باري بحب رأم بي أصيب بلندك إن شاء الله. بواريا ما أبا قال اتحاد أمتي في خاصة لازمها بالي هكسي عالم اتحاد عالم اتحاد بكن وعمراجي بلكي مجبور ببن أجر دلي وطنا بيجي جو اتفاقي. بواريا ما أبا قال علماء ما اتحاد بكن وعمراي ما اتفاقي بكن ويشغل بلكي او ايضا ربي عالمي اجمالا فرمانك استعيذ بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Eğer alanın içerisinde onların göreceği şekilde, onların katılacağı şekilde bunlar tartışılırsa korkumuz olur ki bir taassup doğurur ve belki bu ihtilafların büyümesine ve tartışmaların büyümesine vesile olur. Allah korusun. O meseleler inşallah usulünce ve ilim meclislerinde tartışılırsa belki o zaman yakınlaşma olur, belki o tarafların giderilmesine yol açılır. Eğer olursa, anlaşma olursa, ne ala olmazsa ihtilaf ettiği meselelerde de birbirimizi mağdur edeceğiz. Eyvallah. Aleyküm selam. Emanet olun.